انا جيت يا مساء الفل. بصوا بقى، اول حاجه كده ماشي. طبعا هتكملوا الفيديو للاخر علشان انا عامله اكله جامده في اخر الفيديو. ماشي. تاني حاجه والاهم ان انا بعد ما خلصت الشقه كلها المسحه اللي هي الاولانيه، فالميه بقى بتبقى مش نظيفه مكان التراب. يعني انتوا مش متخيلين، يعني انا كنسل شقه. لو شفتوا الموب في اول الفيديو هتفهموا. كنسل شقه الاول وبعد كده مسحت وغيرت الميه ورجعت مسحت تاني. يعني بغير الميه مره او مرتين وانا بمسح. اول مره ماشي. لان الشقه عندي يعني انا بمسح كل حته في السيراميك. فالمهم يعني زي ما انتم شايفين الميه لونها اسود بجد، فمن ولا مش كانسه ومسحه بقى. المهم فانا دخلت على البلكونه بالميه وهي كده مش نظيفه، ان انا بس محتاجه اشيل التراب من البلكونه. اول حاجه بقى ببدا ان انا اشيل الزرع على البلكونه، على السور من فوق. وهنا بدات ان انا اشيل بقى الورق اللي هو محروق، اللي هو مش محروق، اللي هو دبلان مش عارفه ايه كده. فقامت بقى الزرعه نفسها طالعه من ايدي. المهم يعني فانا هنا ببدأ برضو ان انا اشوف زي ما قلت لكم. يعني هطلع بقى الزرع على السور، وعشان ابدأ امسح بقى البلكونة وامسح السور بتاعها اللي هو السور اللي تحت ده. طبعا باين لونه عامل ازاي. عشان الناس بس اللي ما بتصدقنيش لما بقول ان البلكونة يوميا بيحصل فيها كده. يعني انا بسيبها يوم اجي امسحها تاني يوم الاقيها بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. ببدأ بقى اعمل بالمقشة الصغيرة كل حتة فيها، حتى الحيطة نفسها. وفي رخامة زي ما انا كنت موريها لكم بتاعت صاحب الشقة، فانا سايبها له كده في البلكونة، وان شاء الله يا رب تفضل سليمة لحد ما نيجي نسلمه عشان ما ياخدش الرخامة بتاعتي. مش الرخامة بتاعتي طبعا اغلى، بس ان شاء الله طبعا مفيش الكلام ده. انا اصلا في وقتها كنت عايزه اديله تمن الرخامه، اللي هو لو اتكسرت ما اتكسرتش ارميها بقى ولع فيها. ما انت هي مفيش حاجه ملزمه مني اسلمها لك وانا بسيب الشقه، يعني اما العقد يخلص وكده. بصوا بقى، انا طبعا بليت الموب يعني كده اللي هي بتاع المساحه نفسها ميه. وقلت انا مش هكنسها لان انا الجيوب الانفيه خلاص بموت. ومش هكنسها، انا همسحها كده عشان ما تتعبليش مناخيري يعني. مرضتش اغير الميه بصراحه، قلت كده الميه هتتبهدل تاني من البلكونه لان البلكونه متبهدله. فانا بمسح دي مسحه اوليه، بعد كده زي ما اتفقنا هرجع امسحها تاني. جماعه انتوا بتعملوا ايه في يومكم؟ انا حاسه ان اليوم مقتصر على تنظيف الشقه وعمل الاكل بجد. طب لو مش هنضف الشقه بفضل قاعده قدام التلفزيون، مفيش اي حاجه اتفرج عليها خالص. اليوم بقى اللي انا ببقى بنضف فيه افتح التلفزيون اجيب اي حاجه تسليني وانا بنضف، الاقي كل الافلام اللي انا بحبها والمسلسلات اللي انا بحبها شغاله. طب اي حاجه وانا قاعده في ملل. طيب هنا بقى كنت خلاص مسحتها اللي هي المسحه الاوليه دي والله، وبقت فله كده فل. بس طبعا برجع امسحها تاني بمعطر. هنا كنت مسحتها على فكره، بس لقيت ان الموبايل ما بيصورش، ولقيت كمان قلت بقى خلاص اخدها مره تانية كده معاكم عشان كله بالادله وبالاثبات. نفرش بقى سجادنا ونرجع حاجتنا. عايزه اقول لكم للحظه حسيت ان انا هتصل بدراي كلين يجوا ياخدوا السجاد يعني وكده. بعد كده قلت لا، لما عمر يبقى هنا
علشان يعني اديهم السجاد كله بالمره، اللي هو بتاعه السفره وبتاعه الليفينج. لا بتاعه الليفينج نضيفه يعني، انا ما فرشتهاش من ساعه ما غسلتها، فرشه بديل السجاد مكانها، وبديل السجاد عادي ممكن اطبقها وادخلها الغساله. فهي بتاعه السفره بس اللي محتاجه ان ايه حد يشيلها معايا. فقلت لا، لما عمر بقى يجي ممكن على الاسبوع الجاي بقى كده ولا حاجه ابقى ايه انضف تنظيفه عميقه. فيعني ابقى عامله حسابي وشايله السجاد وعمر موجود في البيت. واحسن حاجه في الدنيا ان انا غيرت نظام الانتريه، لان ده بقى بيسهل عليا اني اشيل السجاده دي. انا ما كنتش بشيلها يعني غير كل سنه مره لما عمر بيحن عليا مثلا ويجي يشيل معايا الانتريه نفسه، لان انا كنت حاطه الاتنين قدام بعض، الكنبتين قصاد بعض. ومعرفش ليه ما حاولتش اعمل كده من الاول، بس انا حاولت ان انا احطه كده في اول جوازنا وايام الفرح ما نفعش. فافتكرت ان انا كنا بنحط الكنبه الكبيره، مش او جربنا كده وما عجبتنيش. لا هي ما عجبتنيش، انا فاكره ان هي ما عجبتنيش، هي ما زالت ما عجبتنيش، ان انا بحب الانتريه كله يبقى جنب بعضه كده او قصاد بعضه. بس انا عملت كده من باب التغيير ومن باب ان انا اوسع وخلاص، ما بقتش عروسه بقى، فاهميني؟ ما بقاش حد بقى يشوف نظام الشقه كده احسن ولا لا. بس وحاولت على فكرة ان اجيب السفرة هنا في اول الفرح، يعني حاولنا واحنا لسه بنركب العفش وكده ان احنا ننقل البوفيه او نحط البوفيه هنا والسفرة، بس طبعا كانت ضيقة جدا، كنت هضطر اني احط البوفيه في حتة والسفرة في حتة تانية، وانا ما كنتش حابة كده، كنت حابة كل جزء يبقى مرتبط ببعضه. وكمان السفرة بالنسبة لي افضل ان هي تبقى جنب المطبخ، علشان لو انا عندي ضيف ما نقعدش نمشي من كل الريسبشن ده من السفرة للمطبخ. فحسيت ان انا الاسهل والاشيك دايما انه السفرة تكون قريبة من المطبخ. حتى في الاوبن كيتشن دايما بتلاقوا ان السفرة افضل ان هي تبقى عند المطبخ. وهنا طبعا انا كنت خلصت تنظيف، قلت اطبق الغسيل دوت اللي هو عمال بقاله يومين يجي من هنا لهنا، فقلت ايه يعني هطبقه مش يومين، هو من امبارح. بس انتوا في الفيديو بقاله يومين يعني، لان انا طبعا الغسيل ان انا طبعا نظفت يعني نظفت في فيديو وفرشت في فيديو، فانتوا هتشوفوا طبق الغسيل ده كتير ماشي. المهم فانا ايه كنت خلاص بقى مش قادرة وخلصت وفرهدت وخلاص هجهز الغدا. بس طبعا الغدا اللي انا عملته يوم التنظيف غير الغدا بصوا انا هقول لكم، انا نظفت على مرتين زي ما قلنا. ففي يوم انا عملت فيه غدا اللي هو هينزل لكم النهارده، واليوم بقى بتاع تطبيق الغسيل وفرش السجاد ومسح الشقه كلها وتنظيف الشقه كلها، ده انا عملت فيه غدا تاني خالص، عملت فيه كفته، بس مش هينزل لكم بقى النهارده يعني. بس هو ليه بقى يعني مين اللي اخترع ان احنا نطبق الغسيل سوري واحنا بنطبق الغسيل نطبقه على وشه واحنا ننشره على ظهره؟ يعني ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل تقطم وسطنا؟ ليه بتعمل كده؟ ليه اخترعنا الحته دي؟ ما نطبق وننشر طبعا يعني انا بحب ان الغسيل وهو متطبق يتحط على وشه بصراحه من غير ما حد يديني تعليمات. بحس اني مرتاحه كده، بحس ان انا مرتاحه، وبحس ان انا مرتاحه وانا بطبق التطبيقه دي، بحس ان انا شكلي كده منظم، يعني شكل الدولاب كده منظم اكتر وبحبه على وشه. فما بصراحه يعني هو بس بيبقى بياخد وقت اكتر، وساعات ببقى مخنوقه وعايزه اطبقه كده وهو على ظهره، بس مش عارفه. جماعه عايزه اسالكم سؤال وجاوبوني، هل انتوا شايفين ان انا فيديوهاتي تافهه؟ يعني مش عارفه، او كلامي تافه. اصلا حد كتب لي كده في الكومنتس، يعني حد قال لي انت فيديوهاتك تافهه جدا وممله، فانا مش فاهمه تافهه ازاي. ده انا بشوف فيديوهات على السوشيال ميديا لناس عندهم ارقام ما شاء الله، اقسم بالله ما في اي محتوى عندهم، وما بخصصش حد وما بقولش حد، وناس انا معرفهاش والله العظيم، ناس معرفهاش معرفه شخصيا اصلا، بس الفيديوهات بتاعتهم اصلا ما فيهاش اي حاجه، يعني فيديوهات لا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش وجه استفاده، ما بيخاطبوش اي حد، بيخاطبوا نفسهم. فهل انا فيديوهاتي دي تافهه يعني؟
انا لو طلعت مثلا اضحك واهزر واعمل لكم فيديوهات ملهاش اي 30 لازمه، محدش فيكم هيستفاد منها، محدش فيكم هيعرف يعمل اي حاجه، ومحدش فيكم يعني مش عارفه اعمل لكم مقالب مثلا الحاجات دي، هل انا هبقى كده فيديوهاتي يعني مش تافهه؟ فانتوا قولولي، يعني انتوا قيموا وقولولي، لان انا للحظه حسيت ان انا بجد يعني انا فيديوهاتي تافهه، فيديوهاتي بجد ممله. والله حسيت كده، يعني انا حسيت كده لدرجه ان انا حسيت ان انا مش عايزه انزل فيديوهات تاني، لان انا لقيت ان انا خلاص ما بفتش اللي قدامي. وفي نفس الوقت بلاقي ناس بتبعتلي ان انا قعدت يومين، مش يومين، قعدت اسبوع ما بعملش روتينات، ما بنضفش، ما بعملش اي حاجه. لقيت ناس كتير كذا، يعني مش ناس كتير برضو، كذا واحده بعتلي على الانستجرام: نور يلا بقى اعملي روتين، والله العظيم انا مكسله من ساعه ما انتي بطلتي تنزلي روتينات، نزلي روتين عشان انا عايزه اقوم اتشجع. انا بحب اشغلك كده على الشاشه وانتي بتعملي روتين واقوم اعمل، يعني ما بتلاقيني مثلا نزلت المطبخ قالت دخلوا قالوا لي الله انا كمان هقوم انزل، شجعتيني لما نزلت الدريسنج، قالوا لي الله انت شجعتيني ان انا اطبق الغسيل واطبق هدومي وكده. فانتوا قولوا لي معلومه كمان في الحته دي، عرفتها من واحده على السوشيال ميديا، هي مصريه بس كانت اتولدت في السعوديه وعايشه في السعوديه طول عمرها يعني. قالت عايزين البخور ما يتحرقش بسرعه ويفضل معاكم وقت اكتر، لان دي طبعا كانت بالنسبه لي مهما كان البخور نضيف مش نضيف، البخور بيتحرق، بحطه ثانيه واحده وفجاه بشم ريحه خشب، كانه مش بخور، كان انا حرقه خشبه في ايه. المهم حطيناه في ورق قصدير او اللي هو السلوفان ده، بنحط الفحم البخور نفسه في ورق سلوفان وبتحطيها فوق الفحم، ده بيخليه يقعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق من غير ما يتحرق، وده وقت كافي ان البخور فعلا يعني يفضل كده. بس خلصت الشقه، ودي احب فقره الى قلبي، فقره البخور والمعطر بجد. فانتوا بقى ايه، ردوا على السؤال اللي انا سألته لكم يعني بجد والله. نرجع للسؤال بتاع اللي هو فيديوهاتي مملة، فانتوا بجد قولولي هل انا فيديوهاتي مملة، هل انا تافهه؟ انا حاسه ان انا ما بعملش حاجه تافهه، يعني انا بعمل حاجه كويسه، خصوصا ان في بنات كتير قوي في سني متجوزين متضايقين من المسؤوليه، بنات كتير قوي في سني ما بيعملوش اي حاجه. بلاقي مامس كتير بيكتبولي هنا على اليوتيوب ان هم عندهم بنات في سني وانا بشجع بناتهم مش متجوزين، انا بشجع بناتهم لما بيشوفوني، يعني لما بتبقى مامتهم فاتحه الفيديو بتوريهم فبيتشجعوا، بيقوموا يعملوا اوضتهم، بيقوموا يعملوا يعني بينظفوا مع ماماتهم، بيساعدوهم، فانا بشجعهم، فاهمين؟ فانا مش عارف هل انا تافهه بجد ممله؟ طيب قولوا لي، انتوا قولوا لي عشان انا مش عارفه بصراحه. بس الاكل بتاعنا النهارده بقى لذاذه وحاجه جديده بالنسبه لكم بجد والله العظيم، يعني هي اكله شعبيه مفيهاش اي حاجه، بس فيها تركه كده ممكن كتير ما يبقاش عارفها، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحط بقى البطاطس في الاير فراير، وكل مره بعمل بطاطس بقول انا لازم امسك الاير فراير دي اظبطها. بصوا انا كنت بوريكم قد ايه هي خلاص يعني قربت تجيب اخرها، بس انا عايزه امسك المطبخ كله كده، كله من فوق لتحت، بصوا اشانياره كده من فوق لتحت، ادعكه دعكه محترمه. وان شاء الله هعمل الموضوع ده قريب، بس هو موضوع ان انا الدنيا حر بس ومفرهده، فاهمين قصدي؟ البتاعه بتاعه القلاب دي كل مره بنسى ان انا هي فيها تكه كده، فلازم كل مره اعمل التكه دي، فانا بنسى، فيقوم بقى البطاطس داخله تحتها وما تلفش، اكتشف ده بقى بعد ما اشغل البتاع. فانا الحمد لله عملتها، بشيل البطاطس بقى وبروح جايه عامله لها التكه اللي هي المفروض تتعمل دي. يعني بصوا كنت بقول لكم بصوا بتلف، وهي تبريكم العفانه بجد. اول حاجه هنجيب طاسه ونحط معلقه سمنه بلدي، السمنه البلدي بتاعتي خلصت،
اخر فتفوته، اخر حته في السمنه البلدي. ونجيب علبه بلومندو، معرفش انتوا عارفين ولا لا، انا بصراحه لسه مكتشفاه جديد يعني. كنت في مره مسافره وعمر جابه كده، ولما رجعت قلت له ايه ده عمر؟ قال لي ده بلومندو شبه البلوبيف، او هو بلوبيف واسمه بلومندو او الشركه يعني. المهم انا بحطها في الفريزر عشان ما تبص، وبطلعها عادي اخد منها. فانا طلعتها وسبتها بقى تفك كده في الطاسه، واول ما تفك وتتشوح هتعرفوا هنزل عليها بايه. المهم ان احنا نفكها بس الاول ونشوحها كويس في سمنه بلدي. هو عاده انا ما بحطش السمنه البلدي الاول، يعني عاده ما بحطش السمنه البلدي، بحطها هي الاول لان هي كده بيبقى فيها دهون. لان هو يا جماعه في الاخر بلوليف اسمه انا بصوا هتلاقيني مهنجه في الاخر، هو زي اللانشون ماشي. بلوليف ده انا بصوا مخي سايح، مش مخي بس، ده مخي ولساني كمان. هنا خلاص كان بدأ بقى ايه يفك، وبس انا عايزه في حته مجمده كده عايزه تفك عشان مش كله يتشوح وحته لا. وهنا جبنا فينو طازه، وبحب الاكله دي بالفينو قوي، فبجيب كده مقص وببدأ ان انا افتح الفينو، عيش الفينو دوت كده زي ما انتم شايفين. وبس كده بقى ايه البلومندو دوت اتشوح كويس، وبعد كده هنزل عليه ب4 بيضات. ليه بقى؟ لان الغدا بتاعنا النهارده حطي بيض زي ما انت عايزه. عايزه اقول لكم كان الاول عمر بيحط العلبه كلها كامله على 4 بيضات، فبيبقى كتير قوي قوي قوي. فبالنسبه لي ما كانش احسن حاجه، كان اوفر يعني، كان اوفر جدا انه كان كتير على البيض، فهو كده مظبوط. طبعا انا عملت الكميه دي لان احنا الغدا بتاعنا عباره عن بيض بالبلومندو وبطاطس وجبنه كيري. فانا كان لازم اكتر عشان كده. واحنا ليه رجعنا تاني للفيلم؟ نرجع ليه يا ابني تاني للفيلم؟ بس هنبدأ بقى نعمل السندوتشات. عندي جبنة كيري، بصوا كل اللي عندي في التلاجة طلعته. عندي جبنة كيري، انا رحت فين؟ عندي جبنة كيري والله مش فاكرة انا كنت جايباها ليه، بس انا كنت جايباها الحاجة وخدتها وسبت الباقي افطر بيه، لان انا بحب الجبنة الكيري افطر بيه، بس مش عارفة ليه انا بنساها. افتكرتهاش بقى غير واحنا ايه بنعمل الاكلة دي، فقلت بس احنا نعمل بقى ايه، نعملك كده ايه. عمر بصراحة قال لي ايه رايك تحطها لنا تحت البيض؟ قلت له قشطه. بس فهنبدأ بقى نعمل سندوتشاتنا وخلاص كده. والله كانت لذيذة بالجبنة الكيري، اول مرة اكلها بالجبنة الكيري، فكنت حاسة ان هي لذيذة يعني. بس عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تحطوا عليها بطاطس، تقدروا تحطوا بقى اي حاجه، بقى اي حاجه انتوا عايزينها، شوفوا انتوا بتحبوا ايه وحطوا عليها. يعني دي البطاطس بقى بصراحه ما رضيتش ان انا احطها في طبق تالت، يعني انا لسه بقى منظفه ومظبطه المطبخ، وكنت ده اليوم اللي انا كنت لسه يعني مسحه فيه المطبخ ومظبطه. بس كده، باي باي.